كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس منتخب مصر بجانب خالد صبحي لاعب المصري خلال مواجهة منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات أفريقيا. وأكد محمد أبو العلا في تصريحات صحفية له منذ قليل: محمد الشناوي تعرض لجرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة خالد صبحي تمزق في عضلات الساق، وسيخضعان الثنائي إلى العديد من الفحوصات الطبية فور الوصول إلى القاهرة.